السلام عليكم ورحمة الله طلاب. اليوم إن شاء الله رجعت لكم بالدرس الأول من الوحدة الثالثة جبر، حل معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. معكم مدرسة مادة الرياضيات صفاء الشيخ. اليوم إن شاء الله درسنا بسيط وسهل، مقسم لثلاث أقسام. أول قسم شوية نظري، ثاني قسم بدنا ناخد شكل المعادلة بمجهول واحد ونعرف نحلها، وآخر قسم كيف نتعامل مع نحول من عبارة لفظية لعبارة جبرية على شكل معادلة. طيب هلأ أول شيء عندي حل معادلة، قال لي إيجاد قيمة أو قيم المجهول التي تحقق المعادلة. بدي بس أنا هذا الحكي بدي أفهمه، ما بدي منكم شيء، فركزوا معي بس دقيقتين لنفهم هذا الحكي. فأول شيء حل المعادلة. شو هي المعادلة؟ المعادلة بيكون فيها طرفين، تمام؟ الطرف الأول لنفرض كان من الشكل A زائد B، تمام؟ الطرف الآخر مثلا C يساوي C، هي اسمها معادلة. أما مثلا A زائد 2B زائد 3C هي اسمها عبارة جبرية. هي شو بتفرق عن هي؟ هي فيها مساواة، هي ما فيها مساواة، تمام؟ فهذا شكل المعادلة، تمام؟ طيب المعادلة اللي بدنا نشتغل اليوم فيها أكيد ما من هذا الشكل. هلأ شوي تاني أقول لكم شو الشكل يلي بدنا نشتغل فيه، تمام؟ فهلأ بنرجع لتعريفنا الأول. فقال لك حل معادلة معناتها أنا المعادلة شو بدي منها؟ بدي حلها، تمام؟ فشو معنات هذا الكلام؟ هو إيجاد قيمة أو قيم المجهول التي تحقق المعادلة. برضو ما فهمنا شيء. طيب مثلا لنفرض أنا معادلتي من الشكل AX، تمام؟ تساوي مثلا C. لنعوض بالأرقام، مثلا 2X تساوي مثلا 4، تمام؟ فإذا بدي أمشي وفق هذا الكلام فهو إيجاد قيمة أو قيم المجهول التي تحقق المعادلة، تمام؟ طيب فأنا بتطلع هون مين المجهول X؟ أنا شو بدي منه؟ بدي أوجد قيمته، تمام؟ طيب كيف بدي أوجد قيمته؟ حط المعالم بطرف والمجاهيل بطرف. طيب عندي 2 ضرب X، كيف بشيل هاي 2؟ بقسم الطرفين على شو؟ على 2، فبتطلع عندي X قيمتها 2. حلو؟ ما تضيعوا. شو عملت هون؟ أنا قسمت الطرفين على 2، 2 اختصرت مع 2 والأربعة قسمت على 2 بقت 2، معناتها X شو قيمتها؟ قيمتها 2. معناتها هذا الحكي بيكون أنا أوجدت قيمة المجهول التي تحقق المعادلة، تمام؟ طيب بعد منا اللي حل جذر المعادلة. شو بتفرق كلمة حل عن جذر؟ ما بتفرق. لما أقول لكم جذر يعني كأني عم أقول حل. طب في الجذور التربيعية اللي أخذناها هديك تربيعية، جذور تربيعية مو جذر المعادلة، تفرق، تمام؟ طيب فهلأ جذر المعادلة هو كل قيمة أو قيم المجهول التي تحقق المعادلة. يعني هي طريقة أما هي قيمة. طريقة إني أنا أحل المعادلة وآخر شيء شو بكون لقيت قيمة المجهول أو جذر المجهول، معناتها هي المعادلة وهذا هو جذره يلي هو 2. طيب بعد منا قال لي معادلتان متكافئتان. شو هن المعادلتان المتكافئتان؟ هما معادلتان لهما نفس الحلول. يعني ما عندي معادلتين فيهم مجهولين، تمام؟ والمجهولين لهم نفس الحلول، تمام؟ طيب ما فهمنا الحكي نفسه عم ينعاد. أعطينا مثال. المثال هو مثلا نفس المعادلة هون، أخذت معادلة تانية ولتكن مثلا 4x تساوي مثلا خلينا نقول 2x تساوي جذر 16. حلو هالحكي؟ طيب هاي معادلة وهي معادلة، ماشي؟ جيت أنا لحلها فبدي أعزل قيم x، قسمت الطرفين على 2 اختصرت مع 2 بقى عندي x تساوي جذر 16 على 2. طب جذر 16 أنا حافظتها هي 4 وتساوي x، x تساوي 4 على 2، x تساوي 2. فهون x طلعت قيمتها 2 وهون x طلعت قيمتها 2. فهدول المعادلتين، المعادلة الأولى والمعادلة الثانية سميهم معادلتين متكافئتين. طبعا هون الأمثلة كتير 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 بسيطة، ماشي؟ بس مشان نحن نفهم الموضوع. طيب فهلأ المعادلة اللي بدنا نتعامل معها هلأ شدوا لي حيلكم فتحوا مخكم. المعادلة اللي بدنا نتعامل معها هي من الشكل x زائد b، وبسميها معادلة من الدرجة الأولى. ليش سميتها درجة أولى؟ لأنه x قوتها شو؟ قوتها 1. العدد اللي ما له قوة شو قوته؟ قوته 1. فمشان هيك سميتها درجة أولى.
ليه سميتها بمجهول واحد؟ ليه سميتها بمجهول واحد؟ لأنه ما في غير إكس، ما عم بتعامل مع غير إكس. في إكس مربع، في إكس مكعب، في واي مربع، في واي مكعب، هذا الحكي كله ما موجود. عم بتعامل بس مع مجهول واحد من الدرجة الأولى، أي قوته واحد. طيب، فهذا شكل المعادلة. هاد شو كنت نسميه؟ أمثال المجهول، وهذا المجهول وهذا الثابت. تمام؟ قال لك بشرط أن آ لا تساوي الصفر. أكيد آ لا تساوي الصفر. ليش آ لا تساوي الصفر؟ لأنه إذا آ تساوي الصفر بس بقى عندي ب. تمام؟ طيب، فهون هذا الحكي يساوي الصفر مثلا، فصارت معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. طيب، هلا عندنا خواص. هاي الخواص بتساعدنا نحن نحل معادلة. طيب، هلأ نحن عنا خواص. هاي الخواص بتساعدنا نحل المعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. فالخواص شو هي؟ قال إذا جمعنا أو طرحنا المقدار نفسه إلى طرفي المعادلة حصلنا على معادلة مكافئة. شو يعني هذا الكلام؟ مثلا عندي x زائد 4 تساوي 8. ماشي؟ فأنا بدي x وقلت المعاليم بطرف والمجاهيل بطرف، فإكس خليتها محلها. تمام؟ بدي أتخلص من هاي الأربعة. كيف بتخلص من هاي الأربعة؟ مين نظير الجمعة؟ تتذكروا النظير الجمعة؟ أعطيتكم 4. كيف بدي أرجع خليكم توصلوا للصفر؟ برجع باخذ الأربعة منكم، يعني بطرح منكم 4. فأنا عندي هون زائد 4. تمام؟ شو عملت هلا؟ قلت بعد المنة ناقص 4. تمام؟ بس بصير أنا السؤال إلكم، بصير أطرح عدد من طرف المعادلة وما أطرحه من الطرف الآخر؟ شو رأيكم؟ بصير؟ صح، ما بصير. واللي قال بصير يا ويله من الله. فهلأ ما بصير، فمعناتها أنا طرحت 4 هون، لازم أطرح 4 هون. طيب، بنكمل حل. زائد 4 ناقص 4 راحوا مع بعض. 8 شلت منها 4 بقى عندي 4. هذا جذر المعادلة. تمام؟ طيب، هلأ الخاصية الثانية لمين؟ من حظ مين؟ القسمة والضرب. فقال لك إذا ضربنا أو قسمنا طرفي المعادلة على مقدار لا يساوي الصفر، لأنه أنتم بتعرفوا أنا ما بقدر أقسم على صفر، إذا ضربت بصفر بينعدم المقدار. ماشي؟ حصلنا على معادلة مكافئة. يلا بسرعة بسرعة. مثال 5 مثلا واي تساوي 25. أنا عندي الخمسة شو؟ مضروبة بواي. بدي أتخلص منها. شو بعمل؟ بقسم الطرف الأول على واي، عفوا على 5، وبقسم الطرف الآخر أيضا على 5. ف5 تختصر مع 5، واي تساوي 25. كم 5 فيها؟ فيها ب5. تمام؟ طيب، أنسب القسمة. مثلا x تقسيم نص يساوي ربع. ماشي؟ هي قسمة. عندي هون عملية القسمة. كيف بتخلص أنا من عملية القسمة؟ شو بعمل؟ بضرب الطرفين بشو؟ ب2. ليش؟ لأنه هون نص وأنا بدي أتخلص من 2، فبدي أضرب الطرفين بشو؟ ب2. فبدي أضرب هون ب2 وهون ب2. صح؟ ف2 على 2 اختصرناها، بقى عندي x. 2 بدي اختصرها مع 4، بقى عندي 1 على 2. هي قيمة المجهول x. تمام؟ طيب، هلأ مثال قوي. يلا. قال المثال شو بيقول لي؟ 5x ناقص 1 تساوي 7x زائد 5. جهزوا لي ورقة وقلم، وقفوا المقطع، حاولوا تحلوا ورجعوا كملوا معي. تمام؟ طيب، هلا أنا مباشرة رح أبدأ بالحل. فأنا شو أخذت أنسي؟ أنا أخذت معلومة منك إنه المعاليم بطرف والمجاهيل بطرف، بس أنا ما شايفة هذا الحكي مطبق هون. هاي اللي يساوي، بدي المعاليم بطرف والمجاهيل بطرف، فالمطلوب مني 7x انقلها لهون والناقص 1 انقلها لهون. تمام؟ طيب، 5x جبت سيرتها شيء؟ لا حبايبي، ما بتنسوها. نزلنا 5x ما لي علاقة فيها. 7x شو إشارتها؟ العدد ما له إشارة، إشارته موجبة. نقلته لتاني طرف. تمام؟ صارت إشارته سالبة، فصارت ناقص 7x. طيب، فهلا 5 خليتها محلها ما لي شغل فيها، ناقص 1 نقلتها لهون صارت زائد 1، غيرت الإشارة. تمام هالكلام؟ بقى عندي هلا بس اجمع.
عددين مختلفين بالإشارة، نضع إشارة الأكبر. مين الأكبر؟ 7 حطيناها ونطرح. 5 ناقص 7 ناقص 5 2 إكس وتساوي 6. طيب خلصنا شيء؟ عزلتوا لي قيمة إكس لحالها شيء؟ لا لسه ما خلصنا، بقى هون ناقص 2. ولا أتخلص من الناقص 2 شو بعمل؟ بقسم الطرفين على ناقص 2. مظبوط؟ طيب ناقص 2 مع ناقص 2 راحوا بقى عندي إكس، السالب حطيناها فوق، 6 كام 2 فيها ب3، وإكس يساوي سالب 3. هيك بنكون ببساطة حلينا تمرين خفيف سهل. ماشي؟ طيب خلصنا الفقرة الأولى من الدرس وهي لأسأل يعني، بس بدي إياكم تفهموها نظري. خلصنا التطبيق العملي، بقى عنا كيف؟ بقى عنا الشيء الرائع اللي كلكم بتحبوه، نحن نعبر عن مسألة تمام بكيف؟ بمعادلة. فهذا الحكي بدي إياكم بس هيك تاخدوا الشيء بروح رياضية، لا تعصفوا، خدوها بروح رياضية وفهموها، احفظوها احفظوها احفظوها، فهموها 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 فهموها، وبعدين شو؟ بعدين خلص بكون أمنت عليكم. فهلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نمسح ولا لا نمسح؟ لا خلص ما نمسح، خليها. فهلا بدنا نقرا المسألة ونشتغل. المسألة شو كانت بتقول لي؟ المسألة بتقول لي في أحد المجالس، يعني بدنا نتخيل في عنا مجلس تمام، عدد من الأشخاص. أنا بدي أسألكم، أنتوا بتعرفوا هدول الناس؟ بتعرفوا قديش عددهم؟ والله العظيم لا أنا ولا أنتم بنعرف. فإذا شيء أنا ما بعرفه بالرياضيات شو بقول عنه؟ بقول عنه ما بعرفه؟ ما بتزبط. بقول عنه مجهول، والمجهول باللغة الجبرية شو هو؟ هو إكس أو واي أو زد، سموا يلي بدكن إياه تمام؟ إكس واي زد يلي بدكن إياه. فحطيت أنا مثلا هون إكس، لا كلكم بتحبوا الإكس ما بدي أسميه زد. فهدول الزد هني عدد الأشخاص اللي قاعدين بالمجلس اللي عم يتسلوا فينا، اللي لا أنا ولا أنتم بنعرفهم تمام؟ طيب فهذا هو عدد مين؟ الأشخاص. حلو، كمل لنشوف شو بدك. فقال لك ربعهم. ربع مين؟ ربع الأشخاص. الأشخاص بشو رمزت لها؟ بإكس، معناتها ربعهم يعني ربع الأشخاص يعني ربع إكس، يعني حطيتها بهذا الشكل ربع إكس. شو بون هالربع إكس اللي أنا ما بعرفهم منهم هني وقديش عددهم؟ قال لك ربعهم تنحصر أعمارهم بين 20 و30 سنة تمام؟ بين 20 و30 سنة عنا ربع هدول الأشخاص اللي أنا ما بعرفهم أو ما بعرف عددهم. طيب وشو كمان؟ وثلثهم تنقص أعمارهم عن 20. صار بدنا مخطط زمني عشان نتخيلهم هدول الأعمار. هون أول ما خلق البني آدم تمام، مين هو البني آدم؟ الإكس اللي أنا ما بعرفه، ما بعرف قديش عددهم تمام. أول ما خلق هدول مجموعة البني آدمين، أعمارهم تتراوح بين الصفر اللي أنا ما بعرف هون وقتها بهاللحظة خلق، عمره ما بصير صفر، عمره ثاني تمام، ل100. وهون في عنا 10 20 30 إلى آخره، 10 20 30 ماشي. فقال لك ربعهم بين 20 و30. تمام، هون لونت، هون ربع إكس. وبعدين منها قال لك ثلثهم تنقص أعمارهم عن 20، يعني تحت 20 تحت 20 هي من هون لهون. مين هدول؟ هدول الثلث ماشي. والثلث شو برمز له؟ 1/3. 1/3 من مين؟ من إكس، عدد الأشخاص اللي أنا ما بعرفهم. لا تضيعوا، لسه ما بلشنا بالحل، عم نقرأ بس قراءة رياضية صحيحة. طيب بعد منا قال لك ومنهم 20 شخص. هون في رقم عطاني قال لي في 20 موجودين بالمجلس. طب شو من هدول ال20؟ تزيد أعمارهم عن شو؟ عن 30. يعني هون فوق 30 عندي 20 شخص ماشي. طيب اللي ما فهم عادي طبيعي، لأني أنا هلأ رح فهمكم. عندي تلت إكس تحت 20 وربع إكس، يعني ربع عدد الأشخاص قاعدين بين 20 و30 سنة، و20 شخص قديش؟ 20 شخص فوق 30. طب إذا هدول أنا جمعتهم عملت عملية جمع، شو بحصل؟ والله فكروا فيها شوي.
يعني إذا أنا هون جمعت تلتن وربعن و20 شخص، مين بحصل عدد الأشخاص اللي كانوا موجودين بالمجلس. وعدد الأشخاص شو رمزتله؟ صح، رمزتله إكس، يعني هون حطيت إكس. تمام؟ هاي حتى القلم ما رضيان، هون حطيت إكس. حلو هالحكي، حتى الدفتر ما رضيان. فهلأ هاي المعادلة هي اللي بتعبر عن المسألة. إذا رجعنا وقرأنا المسألة بنلاقيها كتير سهلة. عدد الأشخاص إكس، أنا رح أقول لكم يا حبابين مين هو الإكس. إكس هو ثلث الأشخاص اللي عمرهم بين 20 ثلث الأشخاص اللي تحت 20 وربعهم اللي بين 20 و30 واللي فوق 30 هن عبارة عن 20 شخص. جمعوا لي يعني بتعرفوا كم شخص موجود بالمجلس. اللي ما فهم لا بصوت عصام باب الحارة، شو ما فهمت حبابين الله يرضى عليكم ارجعوا عيدوها اقرأوها بتصير تمام. واللي فهم تمام على الأول. فأنا هلأ بدي أجمع 1/3 زائد 1/4. 1/3 شو؟ إكس زائد 1/4 إكس زائد 20 يساوي إكس. معالم بطرف ومجاهيل شو؟ بطرف. طيب فأنا هون شو مطلوب مني؟ مطلوب مني وحد المقامات أو حط المعالم بطرف ومجاهيل بطرف، الطريقتين صح. إكس جبت لهون صارت ناقص إكس، 20 نقلت لهنيك صارت ناقص 20. يلا منكمل. عندي هون 3 و4 وهون عندي 1 صح؟ 1 عشو ع1. فأنا هون شو المطلوب مني؟ وحد المقامات. ومين المضاعف المشترك الأصغر لإلهم؟ وين رح كملكن إياها؟ هاي رح كملكن إياها هون. تمام؟ ومين المضاعف المشترك الأصغر إلهم؟ هو ال 12. فبدي وحد المقامات على 12. فبقول 3 بدي أضربها ب4 بتصير 4/12 إكس. هون ضربت ب4 وهون ضربت ب3 زائد 3/12 إكس. هلا بتقولوا لي ما شايفة الأخضر يا أنس اكتبي لنا بالأزرق. طيب بعد منا ناقص شو؟ ناقص 12/12 إكس تساوي ناقص 20. طيب هلا أنا بقى علي أجمع 4 و3 7. 7 ناقص 12 5 صح؟ ناقص 5/20 إكس تساوي ناقص 20. كيف بتخلص من هي 20؟ بضرب بإشارة سالب. كان لازم نفضيلها من اللوح ونكمل الحل. طيب يلا رح زبط الحل وارجع لكم، خدوا بريك ثانيتين. تمام؟ طيب يلا هلا عدنا نكمل الحل. رتبت لكم اياه بهذا الشكل. هلا بقى عنا وين كنا بدنا نجمع البسوط. ف4 و3 7. 7/12 إكس ناقص 12/12 إكس تساوي ناقص 20. بنكمل جمع. ال 12 شيلوا منها 7 وحطوا إشارة السالب يبقى 5. 5/12 إكس تساوي ناقص 20. طيب فهلأ أنا شو بلاحظ إني أنا هون ضارب بشو؟ بناقص 5/12. كيف بتخلص منها؟ بضرب بسالب 12/5. سؤال، إذا ضربت هون خليها هي سالب. إذا ضربت الناقص 5/12 ب 12/5 ما فيني اختصر الخمسة مع الخمسة وال12 مع 12 والسالب بالسالب موجب، فبصير عندي هون 1. ايه والله يا أنسي بصير. طب إذا أنا هون ضربت الطرف الأول بناقص 12/5 هون شو بدي أعمل؟ كمان بدي أضرب بناقص 12/5. مزبوط هالحكي؟ مزبوط. فشو بيبقى عندي إكس تساوي ناقص بالناقص زائد 20/5 فيها ب4 و4 ب12. 12 و12 24. 24 48. ما عملت شي بس ضربت 4 ضرب 12 لأنه هاي اختصرت مع هاي. هون بقى عندي 4 صح؟ ال20 فيها 4 خمسات. 4 ب2 8. 4 ب1 4. فإكس تساوي 48 شخص كانوا موجودين بالمجلس. اشتركوا بالقناة يا 48 شخص موجودين ورا الكاميرا. يلا بالتوفيق يا رب.